متابعين رشا الخطيب، اخباركم ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، النهارده جايه اتكلم معاكم في موضوع يخص كل ست وكل بنت، اوكي؟ وخصوصا الستات. انا مش عارفه ليه معظم الستات او معظم البنات بيتعاملوا مع فراق الراجل او لما بتبقى في علاقة مثلا او مخطوبة او متجوزة والموضوع بيحصل فيه انه بينتهي، بتحس باكتئاب، والاكتئاب ده بياخدها لحتة تانية. يعني اللي هو ايه بقى؟ بتبتدي ان غياب الراجل بالنسبة لها تبتدي تبحث او بتشوف ان تعالج ده براجل تاني، بوجود راجل تاني، يعني عشان يعوضها بقى غياب الراجل الاولاني او غياب الشخص اللي راح من حياتها. طبعا هي نظرية غلط مليون وتريليون في المية. تمام؟ ليه بقى؟ انا النهاردة مثلا كنت متجوزة او كنت مخطوبة او كده، اوكي؟ وما حصلش نصيب بيني وبين الشخص ده، خلاص ده اسمه نصيب. طيب ايه اللي المفروض ان انا اعمله بقى كرشا او كمنى او كهند او كفلانة؟ اعمل ايه؟ اشتغل على نفسي. بمعنى لو انا تخينة اخس نفسي، ابتدي انزل جيم، ابتدي اخد جلسات طاقة، لو او اشوف الحاجة اللي انا بحبها ايه، او الحاجة اللي انا بعدت عنها. مفيش حد فينا مفيش حاجة في حياته بيحبها، حاجة في حياته بيهتم بيها. طيب انا النهاردة ابتدي اعمل لنفسي طاقة ايجابية، ابتدي اعمل لنفسي اشوف ايه اللي انا مثلا في فترة. بصوا، بتبقى فترة بقى فيها مشاكل وفترة بتبقى نكد، اصل محدش بيسيب كده من غير دربكة. اكيد بيحصل دربكة وبيحصل تغيير في الحالة المزاجية، وممكن بعض الناس بتدخل عليهم اكتئاب، ده لو ما كانوش جوزاء يعني. بما ان برج الجوزاء اللي انا فيه وما بيحسش بالحاجه دي، لان برج الجوزاء معروف بنظريه حلوه جدا، اللي هو الله جاب الله خد قال عليه العوض يعني. تمام؟ في بعض الابراج بقى وبعض الستات ما بتقدرش تتغلب او بتخرج من الحته دي بسهوله، فتلاقيها بقى ايه؟ داخله في اكتئاب، وتلاقيها بتعمل كل حاجه علشان خاطر تعجب حد تاني او تدخل حد في حياتها تاني. فطبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انك تدخلي حد في حياتك في الوقت ده اصلا، يعني دي فتره ومرحله مش صح، ولا للحب ولا للاختيار، لان انت بتبقي مشاعرك واحاسيسك بتبقى مشتته، مش هتعرفي تختاري الشخص المناسب لحياتك. فانت ممكن تكوني خلصتي من مصيبه في حياتك فبتدخلي لحياتك مصيبه اكبر. طيب يا رشا، انت شايفه يا رشا انا اعمل ايه؟ هقول لك بقى يا ستي الكل انت هتعملي ايه. اول حاجه زي ما بقول لك كده، تشتغلي على نفسك، تشوفي ايه المشكله اللي عندك، تغيري في مودك، اطلعي رحله مع صحباتك، مع اهلك وعيلتك، لو عندك عيال اتبسطي مع ولادك، اخرجي اتفسحي. تمام؟ حاولي تروحي تشتغل على نفسك في كل حاجه. مثلا ممكن تاخدي كورسات، لو انت مثلا معاكي شهاده معينه ممكن تعملي مشروع معين ليكي، ابتدي فكري في مشروع تشتغلي فيه، ادرسي. ما تستعجليش على الحب والجواز، صدقيني والله العظيم هيجيلك نصيبك اللي يقدرك واللي يحبك واللي هيطيعك واللي يقولك بصي شاوري على النجمه اجيبها لك. بس خلي عندك يقين بالله، واعرفي ان ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، وربنا لما بيشيل حد من حياتنا ربنا بيبقى عاين لنا الافضل، وعاين لنا اللي بيقدرنا، وعاين لنا اللي بيحبنا بجد من قلبه. فما تزعليش على حاجه راحت منك، وما تزعليش على حد اهملك. وهقولك على خطوه تطلعك، لو انتي مثلا كنت بتحب شخص قوي، كنت متجوزه او كنت مخطوبه، هاتي ورقه وقلم وهاتي ورقه فاضيه، امسكي الورقه الفاضيه دي واكتبي فيها. قولي كده انا مثلا الشخص ده عمل لي ايه، اشترى لي ايه، جاب لي ايه، ضحكني كم مره، طب زعلتي معاه كم مره، طب ايه الحاجات الايجابيه اللي عملها لي في حياتي، وايه الحاجات السلبيه اللي عملها لي في حياتي. ولو حسيتي ان الالم اللي سببهولك في مشاعرك وجرح مشاعرك اعلى من ان هو يكون فرحك، امسكي الورقه وطبقيها وارميها في اقرب في حياتك. لان
ده كان فيروس في حياتك والحمد لله انت خلصت منه. فوقي فوقي. اي ست كانت مخطوبه او في جواز ما كانتش ملائمه ليها، انت ربنا نجاكي. اشتغلي على نفسك، ابعدي عن نفسك، ابعدي عن دماغك نظريه اعوض راجل براجل. والله العظيم نظريه تودي في 60 داهيه، نظريه تودي في 60 داهيه. هتخليكي بصي تتصي كده على طول، طص، عارفين اللي هو تتصي. مش هتعرفي تختاري، مش هتختاري الشخص المناسب ليكي، مش هتعرفي تشوفي، حتى هتظلمي الشخص التاني. يعني انا عايزه اقولك انت لو دخلتي شخص تاني في حياتك في الفتره دي، انت مش هتظلمي نفسك بس، انت هتظلميه كمان، لانك انت بتشوفيه بنظره الغيظ. انا واخده ده عشان اغيظ بيه طليقي او اغيظ بيه خطيبي. لا، انتي بتغيظي نفسك وبتبهدلي حياتك وبتدمري عمرك. وعلى فكره عايزه اقول لك حاجه، الست بتتضر في حاجات كتيره قوي. وعايزه اقول برضو حاجه لكل ست كانت متجوزه واتطلقت، انك انت تتجوزي تاني بعد طلاق مش عيب ولا حرام، بما انك ان انت بتعملي شرع الله وماشيه صح. اوكي، وبتعمل الجواز ولا عمره ما كان هيبقى حرام. وما تخافيش من نظره المجتمع. ايه المشكله يعني؟ انا اتجوزت جوازه وفشلت فيها وطلع راجل مش كويس، او انا مثلا هو راجل كويس جدا بس انا وهو مش متفاهمين مع بعض. ما هو مش كل مشاكل الطلاق هو الراجل بيكون وحش، لا بالعكس، ممكن تبقي انت اللي عندك مشكله ومش قادره انتوا الاتنين ان انتوا تتوازنوا مع بعض وتتفقوا مع بعض، فبالتالي بيحصل الطلاق. فبالتالي انا خلاص مفيش نصيب. طب انا ربنا رزقني بحد كويس وفهمني ونفس دماغي والكيمياء بتاعتي انا وهو مع بعض. لان خلي بالكوا موضوع الكيمياء ده صدقوني ده اهم حاجه في الجواز، ان انتوا الاتنين تبقوا عايشين جوه دماغ بعض، عارفين انتوا الاتنين بتفكروا في ايه، هو عارف انت بتفكري ازاي من غير ما تتكلمي وحاسس بيكي وانت كذلك. فموضوع الجواز ده لو ما كانش فيه كيمياء وقاريين بعض قوي فمش هيبقى فيه حب ومش هيبقى فيه ارتباط. طيب، فانا النهارده ارجع للنظريه، ما تخافيش من نظره المجتمع. ما دام انت ما بتعمليش حاجه حرام، ما بتعمليش حاجه غلط في حياتك وبتتقي ربنا في حياتك، لا. بس انا بتكلم ان انت تخلي بالك من حياتك، اشتغلي على نفسك. لو انت تعبانه، يعني انا شفت فيديو لواحده من فتره بتتكلم ان هي لما كانت متجوزه، انا طبعا مش هذكر اسمها، بتقولي لما انا كنت متجوزه فلان، ده فيديو على التيك توك لشخصيه ما، بتقولي ان هي لما كانت متجوزه فلان ما كانتش بتروح للدكتور. طب ايه يا ماما اللي مخليكي ما تروحيش لدكتور وما تهتميش بنفسك؟ احنا ليه مش بنهتم بنفسنا بصحتنا غير بعد الطلاق او بعد الانفصال؟ نظريه غلط. انت اللي عملتي كده، انت عملتي تراكمات داخليه في نفسك على بعضها، جمعت عندك طاقه، ان انت اللي جمعتي الطاقه دي لنفسك، انت اللي جبتي لنفسك ده، انت اللي دمرتي نفسك نفسيا. ولان ما كانش فيه اتفاق، بس خلونا ما نبعدش عن النطاق اللي انا داخله اتكلم معاكم فيه، لان الاتفاق ما بين الراجل والست في مرحله الجواز ده عايز يوم تاني وكلام تاني وقصه تانيه خالص هنتكلم فيها مع بعض مره تانيه. ولكن انا خلوني في نظريه اللي انا اتكلمت فيها من شويه، اللي هو انت لازم اوعي، اياكي، شوفي، اياكي انا بقولك اياكي ثم اياكي تخرجي من علاقه تخشي في علاقه عشان خاطر تغذيه، تخرجي من علاقه تخشي في علاقه علشان خاطر تضيعي وقتك. لان الواحده مننا بتبقى حاسه بملل، حاسه ان وقتها فاضي. وخلي بالكوا بقى بتبقى في مصيبه، في رجاله كده بتبقى فاضيه قاعده مستنيه الفريسه، فلان مشي لا انا اللي اقعد مكانه. اوعي من النوع ده من الرجاله، لان الراجل ده بيبقى مملهوش خير، هو شايفك فريسه وضعيفه في اللحظه دي، فعايز يدخل في حياتك والسلام. اياكي تدخلي حد في حياتك في المرحله دي. اشتغلي على نفسك، شوفي ايه اللي في حياتك ممكن تطوريه بشكل كويس، بشكل نظيف، فهمتي؟ نقي اصحابك الايجابيين، ما تتكلميش مع واحده ممكن تاخدك وتديكي طاقه سلبيه. وانسي اللي فات، انجحي، طوري في ذاتك، طوري في حياتك، وسيبي الحب والجواز ده هيجي لوحده جاي.
اشغلي نفسك بحاجة مهمة، حاجة حلوة، حاجة تغير من مودك وتغير من شخصيتك وتطلعك من الجو اللي انت دخلتي نفسك فيه بالغلط. لكن ابعدي تماما عن نظرية ان انا اغير راجل براجل. على فكرة يعني اللي بتقولك ايه، انت بصي انت عشان تطلعي من المود ده تغيري راجل براجل، لا دي نظرية غلط. انت كده بتدمري حياتك، لانك مش هتعرفي تختاري في الوقت ده الراجل المناسب. فانت لازم تشتغلي على نفسك وتشتغلي على الحاجة اللي انت بتحبيها، وفي نفس الوقت كمان تشوفي ايه العيوب اللي كانت فيكي او العيوب اللي حصلت في التجربة اللي قبل كده عشان ما تتكررش تاني، فتبتدي تشوفي ايه العيوب وتغيريها. طيب في بقى حاجة تانية مهمة جدا. في بعض الستات بتقول ايه، انا والله بقى عندي كل حاجة سلبية وبقى عندي اكتئاب وما بقاش عندي ثقة في نفسي، ولا ده هو انتصر عليا. لا بصي، عيشي بنظرية اللي فات مات، راح بخيره راح بشره. ربنا دايما بيجيب لك الخير وربنا عين لك الافضل. وسيبي موضوع الحب والجواز ده، صدقيني والله هيجيلك لوحده وربنا هيبعت لك الشخص المناسب. لان عايزه اقول لكم برضو على حاجه تانية اهم، كل واحده فينا فيها ميزه حلوه قوي، كل واحده فينا ربنا خلقها بميزه حلوه قوي. حاولي تستغلي الميزه الكويسه اللي فيكي وتشتغلي عليها.